اعتدى عدد من العناصر الإرهابية المرتزقة الموقوفين في سجن حمص المركزي على السجناء الآخرين، وعلى الفور قامت عناصر حفظ النظام بمعالجة الوضع بحكمة وهدوء لتفادي سقوط ضحايا. وذكر أحمد منير محمد محافظ حمص أنه بعد معالجة الأمور بالحوار مع السجناء بدأت الأوضاع في سجن حمص المركزي تعود إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن وفودا من أهالي السجناء يزورون أبناءهم داخل السجن. من جهة أخرى يعم الارتياح الشارع السوري في محافظة حمص بعدما حققه الجيش العربي السوري من إنجازات على الأرض في مواجهة عصابات الإرهاب. في الوقت الذي تواصل فيه وحدات حفظ النظام وأبناء الجيش العربي السوري ملاحقة المسلحين في شوارع وأزقة حمص، يسود بين أهالي المدينة شعور بالاطمئنان وإحساس بأمان بدأ يعود تدريجيا ويعم أغلب أحياء حمص، الأمر الذي انعكس إيجابا على يوميات حياة أهل المدينة الواثقين بجيشهم ودولتهم، والأهم أنهم واثقون من النصر القادم. معنويات الشعب السوري عالية من الأول من بداية الأزمة، وهلق صارت معنويات الشعب السوري أحسن وقت اللي صار الحسم العسكري وصار الجيش يتدخل ضد المسلحين اللي خربوا البلد. لا إن شاء الله الجيش عم يشتغل منيح ومعنوياتهم مثل النار، ولكن عم نطلع ونفوت نقدم فحص وعادي ما في شيء، والله يحمينا إياه ونخلينا إياهم يا رب. الشعب العربي السوري كثير قوي وأكيد راح يضل قوي وما راح يضعف، والجيش العربي السوري هو أولادنا وأخواتنا وأهالينا، والله يحمي يا رب والله يحمي سوريا. همة الجيش عالي وبدها تضل عالي بإذن الله. نحن مع الجيش العربي السوري وبتمنى انه ينهي هالموضوع لانه حاجه بقى ملينا يعني. الجيش العربي السوري هو اخواتنا وابنائنا، ونحن جاهزين باي لحظه لحتى جاهزين معه بكل عزم وبكل قوه. بصراحه نحن طلاب جامعه البعث يعني كثير بنشكره للجيش لسبب كثير كبير، انه لولا نحن ما عم نقدم فحص يعني كثير عم نروح وعم نجي وعم نسافر ولا كأنه في شيء، وإن شاء الله يعني بفترة كثير قصيرة بيرجع الوضع مثل ما كان وأحسن، وإن شاء الله ضل جيشنا منتصر على كل أعداء سوريا يا رب. إلهي خلي لنا الجيش العربي السوري، لولا الجيش ما فينا نمشي بالشارع، نحن من المسلحين والمخربين، وإن شاء الله بأقرب وقت الله بيفرجها على سوريا يا رب. كلماتهم توحي بتفاؤل يملأ نفوسهم بأن القادمات من الأيام ستكون أجمل. بمعنويات عالية يستقبل الشعب السوري أخبار الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري البطل، آملين أن تزول هذه الغمامة من سماء وطنهم الحبيب سوريا. لأخبار تلفزيون الدنيا، أحمد العاقل، حمص.